عمرك سمعت عن الوعي المالي؟ طيب قابلك المصطلح ده في طريقك وقررت تتجاهله؟ احب اقولك ان دي اكبر غلطة عملتها في حياتك، ولو ما كنتش سمعت عنه فالحلقة دي عشانك. هتعرف فيها يعني ايه الوعي المالي وازاي ممكن يغير حياتك ووجهة نظرك عن نفسك واحلامك. اخر كام سنة الكلام عن الاقتصاد وسعر العملة والفوائد والاستثمار بقى موجود حوالينا في كل مكان، جوه بيوتنا وعلى القهاوي وخطابات الرئيس واخبار الجرايد والسوشيال ميديا. مكان ما هتمد ايدك هتلاقي المعلومات والاخبار الاقتصادية بتسلم عليك. عندك حق، كمية ضخمة من المعلومات محتاج تشوفها وتعرفها، وناس بتتكلم معاك عن شهادات الادخار والسندات والبورصة والعملات الرقمية، وقبل ما تدخل تنام تفتح موبايلك تقلب فيه تلاقي كم من الفيديوهات والاخبار بتتكلم عن الدخل القومي، معدلات النمو، والتضخم اللي نقص من قيمة مدخراتك بسبب خناقة بتحصل ما بين روسيا واوكرانيا في منطقة بتبعد عنك 2300 كيلو، وطبعا انت مش ملاحق على اللي بيحصل وفاكر ان كل حاجة هتعدي زي ما غيرها عدت، وان العالم في وقت قريب هيرجع لعقله والامور دي هتتحل. بس المفاجأة ان العالم بقى مكان معقد جدا وبيزيد تعقيد يوم عن يوم، وعشان تعرف تتعامل معاه وتكسب منه محتاج تفهمه وتفك العقد دي من بعضها، لانك لو معرفتش تتأقلم وتطور من نفسك وتفكيرك هتنقرض زي الديناصورات. خليك متأكد ان فرص الاستثمار والنجاح حواليك كتير، بس العقبة الأساسية اللي دايما هتقف قصادك هي قلة المعرفة ونقص الخبرة. وعشان تتجاوز العقبة دي وتعرف تعدي للي بعدها محتاج يكون عندك وعي بنفسك ومحيطك ومواردك. واهم وعي يكون عندك هو الوعي المالي، والوعي المالي ممكن نلخصه في مجموعة مهارات: التخطيط المالي واعداد الميزانيات، فن الادخار، ادارة الديون والازمات المالية، والاستثمار. انك تمتلك المهارات دي ما بقاش اختياري، لان المهارات دي مش مختصرة بس على اصحاب الملايين، لان ايا كان حجم الدخل بتاعك ومهما كبر او صغر الرقم اللي انت شايله في البنك، من غير المهارات دي بقى عمرك ما هتقدر تاخد اقصى استفادة من فلوسك، بل بالعكس كمان انت ممكن بسبب قرار واحد بس غلط تخسر كل اللي فات. المسؤولية المالية لكل واحد فينا نقدر نقسمها لجزئين: الأول هو الوفاء بالالتزامات اليومية والشهرية، التاني هو إنك تستغل الفلوس اللي معاك أفضل استغلال. لازم تعرف إمتى تشيل الفلوس أو تشيل منها قد إيه، وإمتى تصرفها وعلى إيه، وإمتى تاخد قرض وإمتى تستثمر. الأسئلة هنا تبان إن إجابتها بديهية وسهلة، بس بدون الاطلاع والخبرة عمرك ما هتلاقي إجابة مناسبة، خصوصا في الأوضاع الاقتصادية اللي العالم بيعيشها آخر كام سنة، واللي أنت حاسس بيها دلوقتي أكتر من أي وقت. بس ما تخافش علشان أنت مش لوحدك، لأن في بحث عمله مركز التميز العالمي لمحو الأمية المالية على 150,000 شخص في 140 دولة مختلفة من ضمنهم مصر، لقوا ان واحد بس من كل 3 اشخاص عنده وعي مالي، يعني 33% بس من اصل 150,000 شخص كان عندهم دراية بالامور المالية المتعلقة بحياتهم اليومية، زي معدلات التضخم واسعار الاسهم والحد الائتماني. وطبقا للجنة الثقافة والتعليم المالي التابعة لوزارة الخزانة الامريكية، الوعي المالي هو القدرة على استخدام المعرفة والمهارات لإدارة الموارد المالية بشكل فعال طول حياتك لتحقيق الرفاهية المالية. وممكن نقسم الوعي المالي ل5 نقط أساسية: الكسب، الإنفاق، الادخار، الاستثمار، الحماية. وعلشان يكون عندك وعي مالي لازم في الأول تكون بتكسب فلوس. لو أنت شغال في وظيفة بتجيب لك دخل شهري ثابت ومعروف فأنت عارف أنت بتكسب كام، ولو شغال فريلانسر أو في تجارة فهنا الدخل بتاعك هيختلف من شهر لشهر، بس في كلا الحالتين أنت لازم تكون عارف وحاسب أنت بتكسب كام بالظبط. طب هل اللي أنت بتكسبه كل شهر ده كفاية على مصاريفك؟ وده بقى يودينا للنقطة التانية وهي الإنفاق. أهم حاجة في تنظيم مصاريفك هي إنك تكون عارف أنت بتصرف قد إيه وعلى إيه. إيه هي الحاجات الضرورية اللي ما ينفعش تستغنى عنها أو تأجلها، وإيه المصاريف الزيادة اللي بتسرسب فلوسك واحدة واحدة من غير ما تحس. إنك تعمل سجل لمصاريفك اليومية ممكن تكون خطوة بسيطة تقدر تعملها من على موبايلك، وفي 100 تطبيق يقدر يساعدك تعمل ده، بس أثر الخطوة دي هيفرق معاك كتير، لأنه هيسمح لك بتقليل النفقات الزيادة على الحاجات الغير أساسية، ويقدر ينقلك للمرحلة اللي بعدها وهي الادخار. كل الناس عارفة إنها مفروض تشيل فلوس على جنب، وعلى الرغم من كده مش كل الناس بتشيل فلوس، وده مش بسبب قلة الدخل، لأن حتى الناس اللي دخلهم عالي عندهم نفس الأزمة، إن الفلوس بتتصرف وبتطير حتى هم بيحاولوا يقللوا المصاريف بتاعتهم، لأن الفلوس لو متشالة من غير هدف بتدور تلقائي على هدف تتصرف فيه، أو بالبلدي كده اللي معاه ماله محيره. تخيل معايا إنك قدرت تشيل مبلغ مالي وليكن مثلا 200,000 جنيه، لو ما كانش عندك هدف أنت شايل ال 200,000 جنيه دول علشانه هتقعد تفكر وتفرك تعمل بيهم إيه، وأول ما حاجة تزغلل عينيك شوية هتقوم جري تدفع اللي معاك فيه، أو هتفضل قاعد خايف عليهم ومقعدهم جنبك، وفي كلا الحالتين
هتكون خسران. تحديد هدف لادخارك هو اهم حاجه في عمليه الادخار. وده يودينا لاخر نقطتين وهما الاستثمار والحمايه. لازم تعرف ازاي تزود وتحمي فلوسك اللي انت تعبت فيها وفضلت تحوشها من وقتك وتعبك وصحتك. ازاي بقى تحطها في مكان مناسب يضمن القيمه بتاعتها ويزود العائد منها، زي انك تستثمرها في العقارات او البورصه. ونوع الاستثمار المناسب ليك هنشرحه بالتفصيل في الحلقات اللي جايه. وهنا نقدر نلخص ان الوعي المالي هو اول خطوه في طريق حريتك الماليه والاستقرار. ان على الرغم ان كلنا عارفين وبنقول ان الفلوس مش كل حاجه، بس غياب الفلوس قادر يأثر على نفسيتك ويزود معدلات القلق والضغط عليك، وده طبعا هيأثر على انتاجيتك وكفاءتك في الشغل اللي بتطلع منه الفلوس دي اصلا. علشان تزود وعيك المالي خصص جزء من يومك تقرا فيه عن الموضوع او تتفرج على فيديوهات زي الفيديو ده. اهم حاجه لو ما كنتش بتحسب مصاريفك ابدأ من النهارده، ابدأ حالا. لو عندك سؤال سيبه لنا في التعليقات او ابعته لنا في الرسائل وهنجاوب عليه الحلقات اللي جايه. نشوفكم الحلقه الجايه وتمسوا بالخير.